ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الشوكولاته، وكيكه الشوكولاته من الوصفات السهله السريعه اللي مش محتاجه مقادير كتير عشان تعمليها، وخصوصا بقى لو هتجربي وصفه النهارده لانها من غير مقادير خالص. تتخيلي بقى ان كيكه الشوكولاته القمر دي من غير بيض ومن غير حليب ومن غير زبده ولا شوكولاته، وهتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي، هشه جدا وطريقه طراوه ما حصلتش. عايزه اقول لكم ان احنا هنعمل لها النهارده صوص شوكولاته حلوه قوي واقتصادي وفيه لمعه حلوه جدا. فنسمي الله ونصلي على الرسول. لسه اول مره تتابعيني، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا ان شاء الله. في الاول كده نبدا وصفتنا. معايا هنا بوله هضيف فيها 2 كوب وربع من الدقيق. انا ان شاء الله هسيب لك برده المقادير في صندوق الوصف عشان لما تحبي ترجعي الوصفه بتاعتنا. يبقى معايا كوبايتين وربع من الدقيق، هنزل عليهم بربع كوب من النشا، ومعايا ربع كوب من الكاكاو الخام. وبالنسبه للدقيق انا مستخدمه هنا دقيق متعدد الاغراض. ومعايا هنا معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف، ورشه الملح بتاعتنا. هخلطهم كويس جدا مع بعض. وبالنسبه لاضافه النشا، بتخلي الكيكه معايا بتطلع معايا قوامها مظبوط، وغير كده بتخلي المسام بتاعتها مظبوطه وضيقه جدا. انا هنا خلاص جهزت المواد الجافه، هسيبها كده على جنب. معايا هنا كوبايه من السكر، هضيف عليها كوبايه من الميه المغليه تكون لسه نازله كده من على البوتاجاز او من الكتل. هقلب ده كده مع بعضه. كوبايه الميه دي مش هتكون من كميه السوائل الكافيه للكيكه بتاعت النهارده، لسه في اضافه هنضيفها ان شاء الله في الاخر عشان تخلي الكيكه تطلع معانا هشه جدا، وتطلع معانا قوامها مظبوط. معايا هنا نص كوبايه من الزيت، ومعايا هنا ظرف فانيليا. صحيح احنا مش ضايفين هنا بيض، بس ظرف الفانيليا هنا بيدينا نكهه حلوه جدا. اهم حاجه في المقادير بتاعتنا لازم نوحد الكوبايه اللي هنستخدمها، واحنا هنا بنستخدم كوبايه الشاي العاديه الموجوده في كل بيت. انا هنا خلاص خلطت، هنزل بقى بالمواد الجافه بتاعتنا. هننخلها بقى كمان مرة. اهم حاجة احنا ننخل الدقيق بدل المرة 2 او 3، ده بيفرق جدا معانا في القوام وهشاشة الكيكة بتاعتنا. اهم حاجة احنا بننخل الدقيق بدل المرة 2 او 3، لان ده بيفرق جدا في الهشاشة الكيكة بتاعتنا. في الوقت ده انا هستخدم المضرب السلك. اهم حاجة وانت بتستخدمي المضرب لازم يكون في اتجاه واحد عشان ما يطلعش اي هواء انت بتدخليه في الكيكة بتاعتنا. وبنزل اي دقيق كده موجود على الجوانب. في الوقت ده طبعا هتحسي ان قوام الكيكة بتاعتنا هيكون تقيل معاكي. في الوقت ده هنزل عليها بنص كوبايه من الميه السخنه. وعايزه اقولك اضافه الميه السخنه هنا هتخليها تطلع معاكي مظبوطه وقوامها مظبوط، تطلع معاكي هشه جدا. وعاوزه اقولك اهم حاجه قبل ما تعملي الكيكه او قبل ما نجهز المقادير بتاعتنا، لازم نكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجه حراره هاديه، ونكون محضرين الصينيه بتاعتنا قبل ما نشتغل في اي حاجه. انا كده هقلب الميه بتاعتنا مع الكيك وهديك القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. وده كده القوام المطلوب. في اضافه اخيره بس هنحطها، وهي معلقه الخل. ومعلقه الخل هنا بتعتبر كمحسن كده للكيكه بتاعتنا. طبعا الفرن بتاعنا احنا مشغلينه على درجه حراره 180. الكيكه بتاعتنا هتدخل على رف اوسط. انا بشغل لها من تحت بس. الصينيه بتاعتنا دي مقاس 24، انا مبطناها هنا من نقطه من الزيت او سمنه او زبده المتوفر بالنسبه لك، وبطنتها كده بمعلقه من الكاكاو. عايزه اقولك ان القوام الكيكه بتاعتنا مظبوط جدا. هصب بقى الخليط بتاعي، وكده الصينيه بتاعتنا هتكون جاهزه على التسويه على طول. هنعمل مع بعض صوص اقتصادي حلو جدا، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. كده الصينيه بتاعتنا هتدخل معايا الفرن ونجهز مع بعض الصوص. معايا هنا تلت كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه من الميه. كل دول هضربهم في الخلاط وتطلع معانا احلى صوص. ده كده شكل الكيك بعد ما طلع من الفرن، طريه جدا وهشه في منتهى الجمال. ده شكل الصوص بتاعنا. انا خففته بس شويه لان انا بحب اسقي الكيك كده، ان الصوص يدخل جوه الكيك معايا. عاوزه اقولك ان الكيكه بعد ما خرجت من الفرن طالعه هشه وطريه جدا.
انا جبت الستيكس بتاع الخله كده بتاعت الشيش طاووق وعملت كده فتحات في الكيك، لان انا بحب الصوص يدخل معايا في الكيك كمان من جوه، بيبقى طعمه تحفه جدا. انا بس زينتها كده بشويه من النوتيلا، وهنقطعها ونشوفها كده مع بعض. عاوزه اقولك هشه جدا وطريه وبتدوب دوبان في البق. هي دي الكيكه فعلا اللي يتقال عليها اقتصاديه، لانها من غير لا حليب ولا بيض ولا زبده، وسهله جدا، ده غير ان الطعم بتاعها تحفه. بجد القوام بتاعها ممتاز، وارتفاع بتاعها حاجه كده ما شاء الله. متاكده ان وصفه النهارده هتعجبكم جدا لانها سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا، قطعه واحده مش هتكفيكي. متاكده لما تدوقي اول قطعه هتاخدي القطعه التانية على طول. يا رب وصفة النهاردة تعجبكم، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في وصفات تانية جاية جديدة. اشوفكم على خير.